والله صار بدك عكب حليب. شايفين ما احلاه؟ اللهم صل على النبي. بسم الله. جدا جدا طيب والله ما شاء الله. في عندي هون نص كيلو طحين زيرو. بدي احط اول شيء، في عندي هون 30 جرام حليب بودره. بحط اول شيء النواشف. بدي احط هون 4 جرامات محلب، وفي عندي 5 جرامات فانيلا، وفي عندي هون اهم مكون هو النشادر او الامونياك بيقولوا له. هذا عندي 15 جرام. بحال ما لقيت نشادر ممكن اني احط بداله 5 جرامات بيكنج بودر و5 جرامات كربونات الصوديوم بيعوضوا هذا النشادر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذا النشادر مهمته يعني انه يخلي العجينه ترتاح تفرد عندي بالفرن، فضروري جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنخلط النواشف مع بعض البعض يعني. والله الامر جدا جدا بسيط ورائع وطيب ان شاء الله باذن الله تعالى. انا ان شاء الله المقادير كلها بحط لكم اياهم بصندوق الوصف باذن الله. هلا بالنسبه بقى للزيوت، في عندي هون 150 جرام سمنه بحراره الغرفه هيك بدي اياها سائله شوي، وعندي 100 جرام زبده. بامكاننا نبدل الزبده بزيت نباتي، بس انا بحبها هيك تطلع اطيب معنا. 150 جرام سمنه و100 جرام زبده، وممكن يكون نباتي وممكن يكون بقري، بس طبعا البقري بيعطينا طعم اطيب بكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنخلطهم هيك شوي شوي، بعدين بندعكم بايدنا ان شاء الله. هلا بندعكم هيك، بعدين بننزلهم على الرخامه ان شاء الله. هلا بننزلهم على الرخامه تبعنا. بسم الله. على الرخامه اريح لنا هلا للدعك. هلا بنلمهم وندعكها قدام لورا. هلا 10 دقائق بدون توقف عم بدعكها مشان تفتح القمحه شوي معي. هلا بدي اريحها شي ربع ساعه قبل ما انزلها التبليعه. نفردها هيك شوي وبنريحها شي ربع ساعه، بنرجع بندعكها دعكه ثانيه بعد ربع ساعه، نحطها على جنب ونجهز التبليعه. بالنسبه للتبليعه في عندي هون 150 جرام حليب سائل افضل. هو بالمي بيصير، بس بدي احط 150 جرام مي و100 جرام حليب بودره اذا ما في حليب. في عندي هون 200 جرام سكر بودره. سكر خشن بيشتغل بس البودره احسن. مشان اللون في عندي معلقتين قطر تشيره كمان بحطها فوقهم، بعطوني لون كتير حلو. هلا بدي اعمل لهم تحريكه مشان يندمجوا مع بعضهم البعض بشكل مزبوط. بعد ما ريحناها ربع ساعه بنرجع ندعكها مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي انزلها عندي ان شاء الله تكون هيك فتحت شوي. هلا القمحه بدنا نعملها هيك 5 دقائق دعكه. كل ما دعكناها هيك هلا كل ما نجحت معي اكثر. تاكلوا شوي دعك بس ان شاء الله بتاكلوا شغله طيبه باذن الله تعالى. طبعا اذا في عجانه ما في اي مشكله، اذا بنعجنها بالعجانه كمان بتشتغل، بس قبل ما ننزل التبليعه. طول ما انه ما نزلنا التبليعه شو ما بدكم سووا فيها، قد ما بدكم دعكوا فيها ما في اي مشكله، بس مجرد ما نزلنا التبليعه ما بصير نعجنها نهائيا. هلا هيك صارت عندي جاهزه ان شاء الله، ممتازه مثل ما شايفين على التبليع ان شاء الله. نزلها ونفردها بهالشكل ها، شايفين؟ نعمل لها الجور هي، نعمل تحريك لهالتبليعه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزلها كلها فيها. بسم الله. هلا عجن ما بدي عجن تبليع، شايفين هيك تقليب يعني. هلا بتشوفوها انه هي كثير مريئه. بنحطها هلا شي 20 دقيقه لنص ساعه بالبراد، بتقوم تمسك لحالها بتشرب كل التبليعه تبعها. شايفين بهالشكل هذا، اذا بتتذكروا مثل عجينه المعمول يعني تقريبا قريبه منها. لا على البراد ان شاء الله جاهزه حاجتها. 20 لنص ساعه بس نلاقيها مسكت نشتغل فيها ان شاء الله دغري. بعد 20 دقيقه تمام طلعنا العجينه من البراد مثل ما شايفين، شبكت معنا ما شاء الله رائعه جدا يعني. بناخذ منها 100 جرام 100 جرام وبناخذها بخليها بالبراد يعني، نطلع فيها شوي شوي احسن مشان ما تسيخ معي يعني. هلا هون لو رشينا شويه طحين ما بيأثر، هي بتتحمل هي عجينه مو تبع المعمول. شايفينها دي مثل بهالشكل هذا. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كل قطعه بدي اياها تقريبا بال 20 جرام تقريبا. هلا في عندي هدول السمسمات بامكاننا نشتغل فيهم ناشفين، وبامكاننا نحط لهم معلقه سكر مثل ما انا هلا بدي اساوي، معلقه ونص مو مشكله، وبخة مي صغيره، بخة هيك كثير خفيفه يعني عشان نرطبهم شوي يعني. وبامكاننا نشتغل فيهم ناشفين ما بيأثر يعني، شغالين هيك وشغالين هيك ممتازين هيك صار ما شاء الله. بنزل شوي عندي مشان اشتغل فيها، نزلوا على دفعات ما في أثر. حطهم على جنب. اخذنا اول قطعه بنعملها هيك فتله صغيره كثير بسيطه يعني، وناخذها على السمسمات مباشره. نسحبها السحبه هي صغيره بنقيمها مباشره بنحطها بالصينيه. هون عندي بدي خلي مسافه شي سنتيه من هون وسنتيه من هون بين الثانيه، لانه هلا بتفرش معنا هي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بنطفشها هيك على السمسمات، بخف فيها ما بدي اعطيها وزن يعني. قيمها مباشره بحطها قدام اخواتها، فتله هيك بسيطه مثل ما شايفين، وبنفوت فيها على السمسمات. ناخذها 3 سحبه ونحملها هيك مباشره ونحطها قدام اخواتها. كل كميه بدي اسويها بنفس الطريقه، وبعمل لها هيك كبسه صغيره جدا جدا خفيفه بالشوكه، كبسه هيك صغيره لتحت. كل الكميه اللي عندي شايفين بالشكل هذا. هي لحالها هلا بتفرش من ماده النشادر اللي حطينا لها، بس هيك مو اكثر من هيك. هلا متى ما خلصوا هيك كبسه خفيفه مثل ما قلنا، بس عم اذكركم فيها يعني ما بدها كثير، كبسه هيك بسيطه جدا مساعده انه تفرد. بدي بذكركم النشادر اللي حطيناه الامونياك هو مشان يخليها تفرد. هلا معنا هلا صاروا جاهزين ان شاء الله. هلا على الفرن فوق وتحت انا مشعل، بدي احطهم بالنص تمام على 170، ما بدنا اكثر، 160 170 كل فرن على حسبه. نحن بنشيك عليهم بياكلوا من 17 ل 20 دقيقه اقصى حد يعني،
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد شي 15 دقيقة تمام بعمل لها الصينية فتلة بآخر 5 دقائق وبخليها كمان لل20 دقيقة. هلا أعطاني إنذار الفرن إنه صار له 20 دقيقة، رح نطالع الصينية من الفرن بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فوت الصينية اللي بعدها مباشرة، وقت بدي طالع الصينية بفتح الفرن وبعد عنه لو هيك 10 ثواني مشان يطلع البخار تبع النشادر، لأنه رائحته مو كتير مرغوبة يعني، فالأفضل مشان ما تكون مزعجة يعني نبعد عنه 10 ثواني، بنخلي البخار يطلع بعدين بنطلع الصينية. هلا هيك صاروا عندي جاهزين، انا سويت لكم اياهم على 3 اوضاع، انتم شلون بتحبوا بتساوون. هي خليتها 20 دقيقة، هي خليتها 17 دقيقة، هي خليتها 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف السفل تبعها، شايفين ولا اروع من هيك؟ وهي تبع 17 دقيقة، اغمق شوي صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين محلاه؟ اللهم صل على النبي. هي قلبه مستوي رائع جدا، شايفين الفراغات اللي فيه؟ بيجي فيه هيك شوية تشقق، لا تخافوا لأنه هيك أصوله يعني. بسم الله ما شاء الله، والله شيء رائع جدا 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 طيب، والله ما شاء الله. جربوه بنفس الطريقة إن شاء الله بتدعوا لي بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعوه في صلاتي وفي رواية في بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تجعلنا نغادر هذه الدنيا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا كل خير.